عمرك سألت نفسك ليه معظم الناس مش بينجحوا؟ ليه 90% من الناس بتعيش وتموت من غير ما تحقق أحلامها؟ هل لأنهم محاولوش ولا لأن الدنيا ضدهم ولا لأن النجاح مش ليهم؟ الحقيقة يا صديقي أعمق من كده. في الفيديو ده مش بس هنتكلم عن الأسباب، لكن هندخل جوه نفسية الناس وهنفهم إزاي طريقة تفكيرهم واختياراتهم اليومية وقراراتهم البسيطة هي اللي بتحدد مصيره، وهقولك إزاي تمشي في طريق مختلف، طريق فيه وضوح وشغف ونجاح حقيقي. فتابع الفيديو للنهاية وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد. ليه معظم الناس مش بينجحوا؟ واحد، مش عارفين هم عايزين إيه فعلا. ناس كتير مش بتفكر في السؤال ده أصلا، أنا عايز أكون إيه؟ بيمشوا ورا اللي المجتمع شايفه صح، مش ورا اللي هم مؤمنين بيه. والمشكلة إنهم بيتفاجئوا بعد سنين إنهم عاشوا حياة مش بتاعتهم. خليك فاكر يا صديقي إن اللي ماشي من غير بوصلة أي ريح هتضيع طريقه. اتنين، بيختاروا الراحة عن التطور. التغيير بيخوف لكن الراحة مغرية، بس الراحة الزايدة يعني جمود أو ملل أو اكتئاب داخلي. النجاح محتاج مغامرة محسوبة، وكل خطوة لراحتك السريعة بتبعدك عن النجاح الحقيقي. تلاتة، بيستسلموا بسرعة جدا. بيجربوا مرة، لو ما نجحتش بيستسلموا، لكن اللي بينجح هو اللي بيجرب 100 مرة وكل مرة بيتعلم. ومثال على كلامي، توماس إديسون عمل أكتر من 1000 محاولة قبل المصباح. جاك ما اترفض 30 مرة لكنه أسس واحدة من أكبر شركات العالم وهي شركة علي بابا. الفرق بين الفشل والنجاح شخص كمل وشخص استسلم. أربعة، بيسمعوا كل الكلام إلا نفسهم. من أول ما بنتولد بنسمع أعمل كده وبلاش تعمل كده واسمع كلامي، لكن النجاح بيبدأ لما بتسمع صوتك الداخلي وتتحمل مسؤوليته. لو مشيت على طريق حد غيرك عمرك ما هتكون نفسك. خمسة، عندهم صورة غلط عن النجاح. فاكرين إن النجاح ضربة حظ أو لحظة شهرة أو عربية فخمة، لكن الحقيقة النجاح رحلة فيها تعب وتعلم وصبر ومقاومة. النجاح يا صديقي مش صدفة، النجاح نظام. طب إزاي تكون مختلف؟ واحد، حدد أنت عايز إيه بصدق. معظم الناس عايشة على أوتو بايلوت، بتعمل اللي المفروض يتعمل من غير ما تسأل نفسها هو أنا فعلا عايز ده ولا لأ. لو قعدت مع نفسك لحظة وسألت إيه اللي بيخليني أصحى كل يوم مبسوط، أو إيه الحاجة اللي لو وصلت لها هحس إني عشت بجد، هتبدأ تسمع صوتك الداخلي. حاول تقفل موبايلك وتقعد في مكان هادي واكتب أي حاجة تحس إنها نقطة بداية لحلمك. لما تعرف وجهتك الطريق هيبان. اتنين، افهم إن الطريق متعب وده طبيعي. الطريق